السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل عصير الاستفندي بأسهل طريقة. معانا استفندي هنا مقشرينه، هنقطعه من النص عشان نشيل منه البذر، لأن البذر ده بيعمل مرارة، لو عملناه بيه هيبقى طعمه مش حلو. نقطعه من النص كده، بيبقى سهل جدا في شيل البذر منه. شايفين معانا كده؟ أنا عملت الكمية وقلت أعمل معاكم واحدتين عشان تشوفوا الطريقة بتتعمل ازاي. هنقطعه كده. هنا كان 1.5 كيلو استفندي، طلعه شفشق حلو، نقطعها من النص، نقطعها من النص كده ونقوم جاي نشيل من قلبه البذر. بقى سهل جدا انك تطلعي منه البذر عن انك تقعدي تفصصي وتشيلي منه في البذر كده. الطريقه دي سهله جدا وما بتاخدش وقت. ياريت ما ننساش اللايك. زي ما احنا شايفين كده، انا قطعت كذا واحده عشان تبقى الطريقه معاكم سهله وتبقوا عارفين تعملوها ازاي. نشيل البذر كده من النص منها ونحط ونرمي. هنا خلاص كده الكميه كلها خلصت معانا. هنجيب الخلاط بقى، نحط كمية، نص الكمية، مش هنحط الكمية كلها مرة واحدة، هنحط نص الكمية ونحط عليها مية وسكر ونضربها. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوناش بتعليقاتكم. هنا هنحط السكر ونحط المية، منحطش مية كتير اوي عشان يبقى طعمه حلو ومركز. هنا هنصفيه. لازم نصفيه طبعا عشان التفل بتاعه. هنا خلاص كنت صفيت كل الكمية. شايفين لونه حلو ازاي ولونه برتقاني وجميل. هنا خلاص هنصبه. ياريت لو وصلتوا معانا لاخر الفيديو متنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، متنسوناش بتعليقاتكم عشان نعرف الفيديو عجبكم ولا لأ. وشكرا.